سادتي أنساتي سادتي، أسعد الله مساءكم. الآن ننتقل معاكم لإذاعة داخلية لننقل برنامج شكل تاني. شكل تاني. وطبعا مستغربين اللي فيه برنامج ومصروف عليه الشيء الفلاني. إيش الشاشات وإيش بدل، ما هو الكحكة في إيد اليتيم عجبة. واحد يسألني ويقول يا كابتن، يعني معقولة المحللين بتوعك لسه بمستواهم؟ المعلقين زي اللعيبه زي الاعلاميين بترجع تاني بتلين. عشان كده عملت لهم اختبارات وهنمتحنهم بقى سوا كده قبل ما نديهم السبوبه. وادي اول CD ده الفيلسوف بتاعنا. لو مالكش بقى في الكوره مش هتفهم منه حاجه، لو ليك في الكوره برضه مش هتفهم منه حاجه. الدوائر الوهميه اللي تعبر عن مساحات الحركه او مساحات التواجد بتاعك للالتحام الفردي او الفرقه. وجايب لي جواب توسيع من حمزاوي، حيث تبحثون في بعد ثالث لب وسرمديه. يا دي الكلكعه. طب ما تورونا الفيديو كده يمكن نفهم حاجه. واحساسه لازق في احاسيس مشاكلنا. احساسه لازق في احاسيس مشاكلنا. كلامه حكم، مش بس ينفعك في الكوره، لا ده يفيدك في الشتاء كمان. بص بقى، هو كل الكلسونات كده بتبقى لازقه في الاول، لما تستخدمها كتير هترحرح معاك. بيفكرني بشلبوكة هو كمان. قصدي انه حساس برضك. كنت بكلمه من كام يوم وفي الحقيقه زي ما قلت لكم هو رقيق، وبص لي كده قال لي انت لسه بتحبني يا مدحت؟ ودي عايزه سؤال. طبعا بحبك يا حبيبي. شلبوكة بقى خبرات ياما. وطبعا جواب الشكرانيه فيه جاي لي من مين بقى؟ من مصطفى بكري. عارفين ليه؟ بالك اشوف الظباط لا افطر معاهم واقعد معاهم شويه. الظهريه هدور على علاء وجمال مبارك ان هم بيعرفوا يلعبوا كوره. المغرب والعشاء اصلي مع الاخوان. الله يكسفك يا شلبوكة، انت ما بتسترش في اي حاجه ابدا. طبعا عمنا الكبير مجدي عبد الغني غني عن التعريف. انا اسمي مجدي عبد الغني، ما ينفعش ارد غير على اللي في مستواي لو سمحت. حق ده لو وافق على الشغل معايا هيساعدني نكنس السوق سوا. طب واحد يقول لي انت اصلا لقيت المحللين دول فين؟ بعد ايه بقى؟ بعد ما تفرقوا وجابوا دورة في مودرن. انا اقول لك بقى، كل واحد من الناس دي قال جمله خلتني اعرف بالظبط هلاقيه فين. شكل تاني. طبعا عمنا الكبير مجدي عبد الغني محتار يا ترى عند بروكلين ولا البرتغال، لحد ما لقيت له دي. بجري وبكنس الملعب على طول لقيته وانا بشتري من الهلال والنجمه الذهبيه. لو الدوري ما اتلعبش ايه اللي هيحصل؟ هنشتغل ايه احنا؟ هنفتح فرن. عندك بقى شلبوكة شلبلب. للاسف بقى نصر مش موافق اقول لكم لقيته فين. مفيش بلد في العالم بدون كوره، ولا نبقى احنا ناس شواذ. شكل تاني. بس الحمد لله ان ربنا ستر والدوري رجع قبل ما تيجي التوبه في المعطوبه. والحاله الصعبه اللي لقيت عليها شلبوكة دي خلتني افكر ان البرنامج محتاج لراجل تقي عارف ربنا عفيف اللسان. الهولندي البهلواني حقير زي الصراصير في صفيحة الزبالة. لموا عليه وضربوه على قفاه وضربوه على مؤخرته. الحقيقه انا جبت علاء عشان يسلفني بدله الملونه اللي هموت واجيب زيها. الواحد مش عارف ليه افتكر شوبير فجاه. الراجل لازم يكون معانا. شوبير ملك المعلومه، وكفايه انه هارش الالتراس وعارف الداء بتاعهم. بيتفاخروا بالLCD دي اقراص. الحمد لله انا بضرب بلازمه بس. وبمناسبه الافيهات بقى، ما كانش ينفع نطلع البرنامج من غير ملك البهججه، كمبروسر الكوميديا، منفخ حس الفكاهه، عمنا اللي غلب حماده سلطان وسمير الاسكندراني. نتيجه انه بينزل قلقان من النادي الاهلي من قبل المباراه. اوكي. وده قلقان ننتقل لذاكره جاي. وكده زي ما وعدت رؤى، ايام الشقاوه هترجع من تاني. شكل تاني.